كشف المحامي بهيئة الدار البيضاء الباقوري عبد الرحمن أن غرفة الجنايات بالرباط والمختصة في قضايا الإرهاب أدانت الأسبوع الماضي طالبا بالسجن ل7 سنوات نافذة بعدما هدد الناشط الأمازيغي أحمد عصيد بالذبح. وبحسب المحامي الباقوري فإن الطالب الذي أدين بالسجن 7 سنوات كان قد كتب تعليقا على فيديو لأحمد عصيد وهو يتحدث فيه عن الإرث جاء فيه هذا خاص الذبح. وذكر الباقوري أن السلطات بحثت عن كاتب التعليق واعتقلته وأحيل على غرفة الجنايات بالرباط المتعلقة بجرائم الإرهاب التي قضت في حقه الأسبوع الماضي بالسجن 7 سنوات نافذة. الكاتب والناشط الأمازيغي أحمد عصيد كان قد اشتكى من انتشار تعاليق وفيديوهات عبر الانترنت تهدده بسبب آرائه المثيرة للجدل سواء المتعلقة بالدين أو الثقافة الأمازيغية.